وفاة أغلب سكان منطقة التي تم التصوير فيها أعمال حديدان وزهر ومرشة. إليكم التفاصيل. أعلن الفنان عبد الصمد الغرفي وفاة أغلب سكان المنطقة التي جرى فيها تصوير أعمال حديدان وزهر ومرشة جراء الزلزال المدمر الذي هز المغرب مساء يوم الجمعة المنصرم. وأعلن الغرفي عن خبر محزن عبر أحدث تدوين له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، حيث دون قائلا: الله أكبر، المنطقة اللي صورنا فيها حديدان وزهر ومرشة أغلبية الناس اللي نعرفهم تما ماتوا والضواوير كل شيء. مسائلا متابعيه عن أحوال دوار آخر بالمنطقة قائلا: الإخوان دوار آيت بريهي إيجوكاك كاين شي أخبار عليه، للإشارة أن عدد ضحايا الزلزال الذي هز المغرب قد ارتفع إلى 2122 قتيلا و2421 جريحا حسب أحدث حصيلة أعلنت عنها وزارة الداخلية مساء يوم أمس الأحد. من جهة أخرى، تسابق فرق الإنقاذ الوطنية وأيضا أخرى أجنبية سمح لها المغرب بالتدخل الزمن وتتحدى الصعوبات الطبيعية الواعرة للتضاريس منطقة الحوز من أجل إنقاذ ناجين محتملين تحت الأنقاض. من جهة أخرى، أبانت مختلف شرائح المجتمع المغربي عن تضامن واسع من خلال المبادرات التي أطلقوها عبر مختلف ربوع المملكة.